السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتكم وصفات مريم. مرحبا بكم معايا في اقتراح جديد. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم جوج اقتراحات. الاقتراح الاول وهي البسبوسه بالشوكولاته بكريمه الشوكولاته. صراحه كتجي رائعه رائعه من اروع ما يكون، اقتصاديه وبواحد المذاق اللي رائع، بمكونات اللي بسيطه، بجوج بيضات فقط، في مول العجيب. كيجي الشكل ديالها راقي والمذاق ديالها اروع ما يكون. وكذلك نقترح عليكم بغرير بالفينو، كيجي خفيف ظريف، كيجي ناجح مليون في المئة. واخا تكوني اول مره غادي تجربيه غادي ينجح معاك. ومهم هذوك اقتراحات هكا الكوتي توجديهم في اخر لحظه، ما كياخذوش معنا لا الوقت ولا المجهود، وكذلك كيجيو ناجحين مليون في المئة. ندوز ان شاء الله باش نخليكم مع الطريقه ومراحل التحضير. اول وصفه غنبداها معكم هي البسبوسه. وكالعاده قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، دائما الصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وندوزو لتحضير البسبوسه هي الاولى. كنجيبوا اناء اللي نخلطوا فيه النواشف. كنضيف اول حاجه كاس ونص ديال السميده عاديه اللي كنديروا بها الحرشه. وكذلك غادي نضيف جوج شاصيات ديال الخميره الكيماويه من وزن 8 غرام، ما يعادل 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. كذلك عندي جوج شاصيات ديال الكاكاو المر. لما كانش متوفرين هاد الشاصيات كديري معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكاكاو ديال العبار. صافي هنا هادو هما النواشف كنخلطهم مزيان بالملعقه. على هاد الطريقه هذه ممكن نخلطوهم مزيان باش يندمج داك الكاكاو والخميره الكيماويه. وكذلك السميده كتلبس كامله بداك الكاكاو. كما قلت لكم لكاش داك الشاصيات كديروا معلقه كبيره ديال العبار. صافي هنا كنجيبوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ولا كان ما نتوفرش هذا، بغيتو ديروا بالطراب الكهربائي، يمكن لكم ديروا بالطراب الكهربائي. صافي هنا كنجيب وكندير فيه جوج ديال البيضات، ونضيف كذلك كاس ديال السكر سنيده، والحلاوه كتبقى حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوا. هنا كندير كاس ديال الحليب، وعندي كاس ديال الزيت ناقص اسبوع ما عمرش مزيان. عندي شاصي ديال الفانيل للتنسيم. صافي هنا هادو المكونات كنديرهم في الخلاط الكهربائي وكنطحنهم مزيان حتى كتطلق هاد الرغوه هادي ولا هاد الكشكوشه واللون ديالو كيتحول للابيض. صافي هنا غنضيف داك النواشف اللي خلطت في الاول، السميده والخماره والكاكاو. صافي وغنولي كذلك كنطحنهم مزيان تيندمجوا بعضياتهم على هاد الطريقه هذه. يعني طريقه التحضير ديالها من اسهل ما يكون، ما كتاخذش معنا مجهود نهائيا. صافي كنبقى نطربهم مزيان. وغنجيب المول العجيب. هنا هذا المقطع راه تحبني كنصور ساعه تحذف. والمول العجيب وكندهنوا بالزيت ولا بالزبده وكنرشوا بالسميده وكنكب الخليط ديالي. هنا وريتكم القوام ديالو كيفاش خاصو يكون داير، خاصو يكون خفيف. وغندخلها الفران اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجه. كنفرن الغاز على النار اللي مهيل وكندخلوها طيب ونخرجوها على هذا الشكل هذا. صراحه ما كتاخذش معنا وقت بزاف في الفران. فقط كتشوفوها راه نشفات من الفوق وكتشموا الريحه ديالها وكتقيسوها كتلقاوها صافي نشفات. صافي كتطفيو الفران ديالكم بلا ما كتحتاجوا تعلوا عليها لا من الفوق، ما كتهبطوها لتحت. صافي وهنا راني قلبتها كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه 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 بزاف، ما كتحتاجش انكم تسقيوها. خليتها جانبا ودزت نحضر الكريمه. غنحتاج لها كاس ونص ديال الحليب، عندي 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو الحلو ديال اللي كنديروا في الحليب. ما كانش متوفر ديروا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. عندي معلقه مع مرش ديال النشا، ويمكن لكم تعوضوها بالدقيق ولا بالكريم باتيسي. صافي كنبقى نستمر في التحريك بالضرب اليدوي وكنديرها فوق النار بنفس الطريقه. كنبقى نحرك حتى كتعقد لنا الكريمه ديالنا وكتولي على هذا القوام هذا. عاد كنحيدها من فوق النار. المهم داك المقطع ما صورتوش معكم. ومن بعد ما كنحيدها من فوق النار وهي سخونه كنضيف لها، كنضرب 12 قطعه ديال الشوكولاته السوداء. ما كانش متوفر الشكلاط الاسود، ضيفوا دانيت ديال الشكلاط حتى هو كيعطي ذوق اللي زوين بزاف بزاف. صافي وهنا كنبقى نخلط ورا الكريمه ديالنا سخونه دغيا كيذوب فيها داك الشكلاط على هذه الطريقه هذه. كيجي صراحه مذاق ديال الكريمه ولا اروع، كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. صافي هنا هذا هو القوام ديالها، وجبتها وكبيتها من فوق الكيك ديالنا ومن فوق البسبوسه ديالنا عفوا على هذه الطريقه هذه. صافي ونخليوها جانبا ان شاء الله حتى تبرد، وعاد نقدمها معكم وتشوفوا الشكل ديالها كي كتجي دايره من بعد ما نزينوها. هنا البنات من بعد ما بردات والكريمه ديالنا تماسكات كما كتشوفوا، التزيين دائما تيبقى اختياري كما تنقول لكم انا. التزيين درت لها بسيط، خديت الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود وحكيته في الحكاكه الغليظه.
يعني بطريقه عاديه، وزينت به البسبوسه ديالي. وانتم على حسب اللي متوفر عندكم، كان عندكم الكاوكاو مهرمش، اللوز، القرقاع، يعني اللي كان متوفر عندكم في الدار غادي ديروا به التزيين. انا هنا كما كتشوفوا درت الشكلاط الاسود والشكلاط الابيض، حكيتهم في الحكاكه الغليظه وزينت بهم على هذه الطريقه هذه. كيجي منظر ديالها زوين، وكتجي كذلك اقتصاديه، ما فيهاش مكونات بزاف ولا فيهم شي حاجه اللي معقده، وكتجي صراحه اكثر من رائعه. هنا هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي. دائما نحرص باش نحضر معكم وصفات الاقتصاديه وكذلك كتكون لذيذه في متناول الجميع. وهنا هذا هو الشكل ديالها عن قرب، بصراحه كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها باش تعرفوني على من تنهضر. صافي هنايا نقطع معكم قطعه باش تشوفوها من الداخل كذلك كي كتجي دايره. صراحه كتجي خفيفه خفيفه، وكتجيب هذاك البسبوسه ديالنا بحال لان الخليط ديالها كان خفيف، كتجي بحال اللي راه مسقيه من الداخل، كتجي مبسبسه، كتجي فازقه من الداخل. صافي هنا قطعت معكم قطعه باش تشوفوا القوام ديالها كي كيجي داير. وهنا عن قرب بصراحه كتجي رائعه، كتستحق بالفعل، كتستحق التجربه. وهنا كذلك غادي ندوق معكم باش تشوفوا الطراوه ديالها. صراحه كتجي خفيفه، وكتجي داك السميده كتبان لك الحبه مفروقه على اختها. هاد البسبوسه هذه بالفعل كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، لان اكيد الا جربتوها ان شاء الله غتولي المعتمده عندكم وتجربوها، لان ما فيهاش مقادير اللي كثيره، وكتجي صراحه راقيه في الشكل ديالها، والمذاق ديالها كيجي من اروع ما يكون. المهم حتى البسبوسه وريتكم المقادير ديالها والطريقه ديالها والشكل ديالها النهائي. ودابا ندوزو باش نحضروا البغريل 10 دقائق. والمكونات اللي غنحتاجو لهاد البغريل: عندي الفينو، وعندي الفرص رطب. غنحتاجو 3 د الكيسان د الفينو، دائما بعبار هاد الكاس، هذا الكاس ديال العنبه، 3 د الكيسان، وعندي كاس واحد ديال الفرص. عندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز والخميره الفوريه، عندي 2 خمارات حمر. وكنجيبو بول ولا اناء فاش غادي نخلطوا المكونات، ولا بانيو يعني اللي متوفر عندكم كديري فيه. كندير فيه داك 3 الكيسان د الفينو، كاس ديال الفورص رطب، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه كبيره كما قلت لكم الخميره الفوريه والخميره ديال الخبز المعجونه عاديه، وكندير معلقه كبيره ديال العسل. ما كانش متوفر ديروا معلقه ديال السكر سنيده دائما باش كيعطينا داك التحميره من التحت ديال البغرير. والماء عندي الماء دافي، درت الكاس الاول، الثاني، الثالث هذا والرابع. ما نحتاج 5 ديال الكيسان ديال الماء اللي دافيين. الجو راه بدا كيبرد، هنا درت 4 في الاول وتخلط كما كتشوفوا غير بالضرب اليدوي في الاول، وعاد ضفت الكاس الخامس. صافي هنا هذا هو القوام ديال الخليط. كنجيب الخلاط الكهربائي وكنكب فيه الخليط ديالي ديال البغري. كان عندكم الميكسور البنات ديروا في يعني في داك الاناء النيت غادي تخلطوا بالميكسور. صافي هنا نضيف عليهم الخمارات، 2 خمارات حمر من وزن 8 غرام، ما يعادل 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. صافي ونخلطهم مزيان في الخلاط الكهربائي، وعاد كنولي نرجعهم ونكبهم. المهم تخلطهم مزيان تقريبا شي 10 ديال الدقائق حتى كتلقاو فيه داك ملي كتوقفوا كيكونوا داك الفقاعات صغيورين، ما يكونوش كبار. صافي تما كتعرف البغريل ديالك راه مطحون مزيان. كنرجعهم للبول وكنوريكم القوام ديال الخليط كي كيكون داير، كيكون خفيف. صافي هنا الخليط ديالنا ما كنخليوه لا يختمر لا والو، صافي مباشره كنديروا المقله ديالنا ديال الطيفال كتسخن وكنبداو نطيبوا البغرير ديالنا. صافي هنا اول وحده درتها الطيب، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي كامل متقب وتا من التحت هكا ملي كتقلبيه كيبقى كتلقاي كيبان لك داك التقابي. صافي هذا هو البغرير اللي كيكون ناجح، ملي ما كيكونش من التحت هكا مسدود حتى هو. صافي وكياخذ داك التحميره من التحت، ضروري نقلبوا معاه كيلقاه محمر من التحت باش ما على حسب المائده باش ما يضرش في المائده. صافي هنا كذلك درت معكم الثانيه. هنايا كنقرب لكم باش تشوفوا داك الثقب ما شاء الله كيجي ناجح 100%. كنتمنى ان شاء الله تجربوا، لان الا جربتوه غيولي المعتمد عندكم. هكا ما كتكونش متوفره السميده بالفينو كيجي خفيف. انا صراحه كنفضل هذا ديال الفينو كيجيني احسن من السميده. حتى بالسميده كنديرو حتى هو كيجي ناجح، ولكن كيجي شي شويه بحال اللي ثقيل ماشي بحال الفينو. وهنا كذلك جربت معكم وحده الثالثه باش تشوفوا ان البغريل كامل كيجي ناجح، كله كيجي متقب ولا واحده كتضيع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وانا اكيد الا جربتوه غادي تعتمدوه ويولي ان شاء الله دائما هو المعتمد عندكم.
صافي هنا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، فقط شاركت معكم 3 ولكن راه وريتكم الكميه ما شاء الله اللي جات، كميه وفيره جدا. ب3 الكيسان الفينو، كاس ديال الفورس فقط، وكيجي محمر من التحت كما شفتوا. داك معلقه ديال العسل ولا معلقه ديال السكر سنيده كتعطيه داك اللوين من التحت، وكيجي تبارك الله ما شاء الله كميه اللي وفيره، وما كياخذش معنا لا وقت ولا مجهود، مباشر دغيا كيطيب. وهذا هو كنوريكم عن قرب. هنا دهنته البنات انا بالزيت البلديه، كيعجبني بزيت البلديه. اللي كيبغي يدهنو بزبيده يذوبها ويدهنو بزبيده ورافقو مع العسل، راه تبارك الله ما شاء الله كيجي غزال. وهنا الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. كنتمنى ان شاء الله الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم يكونوا ناس استحسان ديالكم، يكونوا عجبوكم هكاك اقتراحات للكوتي ولا للضيوف. صراحه اقتراحات اللي زوينين واقتصاديين وما كياخذوش معنا لا الوقت ولا المجهود. المهم هنا نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جاي. خليت لكم الراحه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبسلام عليكم. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم، وبسلام عليكم.